والتكرم بالوقوف في حال القدرة لعزف النشيد الوطني. تصريحات قوية من وليد الركراكي بعد المباراة، كلام فيه الثقة، التحفيز والواقعية قبل الكان. هذه أهم النقاط اللي قالها المدرب الوطني. سايس غادي نجيبو للكان باش يأطر اللاعبين الصغار، وبلي المنتخب ولا قوي معنويا وقادر يسد جميع المنافذ. أكد أنه كان خايف عليه لأنه أول ماتش ليه، لكن فرحان بالمستوى ديالو وغادي يطور أكثر مع المنتخب. قال إن مزراوي ماشي نفس ستيل حكيمي، وكان حكيمي يبقى الأساسي، ومزراوي غايشوف ليه المكان المناسب. أعتبروه لاعب مقاتل، كيجري بزاف وكيسرب التوازن خصوصا مع دياز، وقدر يلعب ارتكاز وربط في نفس الوقت. أكد أنهم ما كيسجلوش كل الفرص، ولكن المهم يعرفوا منين كاين المشكل، وهالشي كيخدموا عليه من 17 ماتش. قال باللي ربحنا 3 مرات ب1-0 بسبب العياء أو خوف اللاعبين من الإصابة قبل الكان. أكد باللي سايس لاعب خبرة وما زال ما بان حتى واحد أحسن منه في الدور ديالو. قال من نهار تزاد وهو كيسمع المغاربة باغيين الكان، وإن شاء الله بالرغبة والجمهور نجيبوها. قال باللي الجمهور خصو يكون ورا المنتخب حتى لو خسر أو دار ماتش ضعيف، وخا الخسارة اللي دازت ديال الناشئين، لكن شوفوا دابا ربحوا ب16. قال لي تنتسناو منه أكثر، ولكن المنتخب ماشي دياز بوحده. رسائل واضحة من مدرب منتخب المغرب، الثقة، المسؤولية والعمل الجماعي. المغرب داخل كان بعقلية الفوز. نتمنى التوفيق للأسود. الركراكي قال إنه اختار المجموعة هذه المرة، والكروانيك ممكن يرجع للكان. قال إن الباب مازال مفتوح، والأهم هو تكون المجموعة واجدة للكان.